وانا كل ما اصاحب واحده تبعد عني. هو اصحابي ليه بيبعدوا عني كلهم؟ انا شكلي كام شرح الجامعه. ايه ده؟ هو الجو ليه النهارده عامل كده؟ ايه يا بنتي؟ عامله ايه في الدراسه؟ إيه الاخبار؟ يا بنتي السنه دي المواد صعبه جدا، انا مش عارفه ازاي هنجح فيهم اصلا. انا لسه ما فتحتش ولا حتى كتاب. كل حاجه في حياتي صعبه كده. هو كل حاجه في حياتي مقرفه كده. هو انا عايشه بعمل ايه اصلا يعني؟ انا اصلا بكره الجامعه بالكليه بالناس اللي فيها بكل حاجه. ايه بتعملي ايه؟ مش بعمل حاجه يعني، هكون بعمل ايه؟ ملانه، زهقانه، عندي اكتئاب. هي مش بترد عليا ليه؟ ايه ده؟ هي عامله لي بلوك ولا ايه؟ انا عارفه، انا حظي وحش، انا حظي في الصحاب وحش. هما دايما بيبعدوا عني عشان كده. تعالوا النهارده نتكلم ونشوف كم واحد في حياتنا زي البنت السلبيه دي. كم واحد بيشتكي وما بيقولش اي حاجة ايجابية ودايما كلامه سلبي، وكم واحد بيقول لنا اخبار التعيسة وما بيقولش اي اخبار ايجابية، او شايف دايما ان حياته كلها عبارة عن سلبيات وما فيهاش اي حاجة ايجابية. لو في حد في حياتك زي كده، هتسيبه وتمشي ولا تساعده؟ ولو انت عايز تساعده، هتساعده ازاي؟ فلو انت عايز فعلا تساعده وهو حد قريب منك وبتحبه، تعالى اقولك ممكن نقدر نساعده ازاي. اول حاجة هتعرفوا ان كلامه السلبي ده بيتحول لواقع ملموس، لان البلاء موكلا بالنطق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي حاجة انت بتقولها هتحصل وهتبقى في الواقع بتاعك، لان انت ركزت عليه وجذبته في حياتك وعايش فيه بمشاعر معينة، فهيبتدي هو الحاجة التعيسة دي تجيلك وهتتفاقم عندك وتزيد وتزيد وتزيد، وانت مش فاهم ليه المشاكل عمالة تزيد، ليه المشاكل السلبية عمالة تزيد، ليه اخبار التعيسة عمالة تجيلي، ليه الحزن مش مفارقني، ليه الاكتئاب مش بيفارقني. فأي حاجة سلبية بنقولها وبنركز عليها وبنديها مشاعر بتتحول لحقيقة، ويبتدي كمان تزيد وتزيد وتزيد في العالم بتاعنا. وتاني حاجة، عرفوا ان الكلام السلبي اللي هو بيقوله ده مش بس بيأذيه، ده بيأذينا احنا كمان. احنا وجودنا في حياة بعض عشان نهون على بعض، عشان نحب بعض، مش عشان نقعد نقول كلام طول النهار سلبي لبعض ونصعبها على بعض ونحس ان في مشاعر سلبية كتير وفي اكتئاب بيجيلنا او في طاقة سلبية بتجيلنا من الناس اللي احنا بنتكلم معاهم. كان معاكم النهاردة انجي غنيم في قناة مع بعض. اتمنى ان انا اشوفكم على خير الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملولي سبسكرايب وفولو على التيك توك، الانستجرام والفيسبوك. ولو في موضوع حابين نتكلم فيه او نمثله او نعمله مع بعض، قولولي واكتبولي في الكومنتات وهنعمله ان شاء الله المرة الجاية. باي.